فضيلة الشيخ حضرتك عملت هيك انه يعني لا اكيد مش رح يمشوا العالم او الشباب بالشارع يعملوا هيك، بس طالما هن نيتهم سيئة تجاهنا، نحن ظاهرين من بيتنا وربنا عارف انه ظاهرين، نحن ما ظاهرين نلفت النظر. انا اذا كنت محجبه ومرتبه ثيابي ومزينه بثيابي ومرتبتهم وظاهره بكامل اناقتي، معناتها انا ظاهره اعمل اجذب او ظاهره الفت النظر؟ الاناقه شيء، والتجمل والمبالغه في صراعات الحجاب شيء اخر. مثلا انت بتعرفي انه عاده حتى بعض العلماء بيضربوا هذا المثل، اذا واحد عم بيبيع مجوهرات بيعرضها تماما كما يعرض بائع الخضار، او لا بيضعها في مكان محفوظ جدا. هلا اذا انت بدي حدا يضيفك شيء، بتاخذي الحلوى المقفله او الحلوى المفتوحه، طبيعي جدا ان تختاري المقفله لانه هي مكنون، هي محفوظه. ما دائما فضيله الشيخ بتكون المقفله، يعني انا عم باخذها كاعتبار انه مع احترامي الشديد للبعض اكيد مش الكل، انه في ناس فضيله الشيخ لابسه شرعي ولابسه فضفاض ولابسه عبايه، ما بتعرف فضيله الشيخ يمكن تكون جواتها، يمكن يكون انا انظف واطهر واحسن منها، يمكن هي ما تكون بتصلي، يمكن هي تكون لابسه هيدا اللباس بس كرمال مثلا تخبي نظره المجتمع لها تطلع فيها انه لا هيدي لابسه هيك معناتها هيدي منيحه. ليش انا بده ينظروا لي لإلي بلباسي يعني انا مش منيحه؟ يمكن اكون انا بصلي وبصوم وبخاف ربي وبقرا قران، يمكن هي تكون لا، يمكن هي ترجع على بيتها تشلح العبايه تدور على الدبكه وترشرش، انا ارجع على بيتي صلي. فضيله الشيخ قدوه المراه مين؟ ما عندنا نساء كاملات من جملتها مثلا السيدة الزهراء مريم، لأنه في فتيات فضيلة الشيخ ما بتقدر تلبس هيدا الشيء الفضفاض لأنه له التزاماته، يعني ما في